هنعمل النهارده سمك ورز صياديه، وخلي الطعم عليا. الطعم حكايه النهارده. هنعمل الرز الصياديه ده معايا ماده دهنيه، سمنه على زيت، وفي ناس تعمله بزيت بس، براحتك. معايا بصلتين اتنين مقطعاهم، وهحطهم بعد ما السمنه او الزيت يقدح هحطهم فيه. هحمرهم تحمير كامل، يعني مش هخليه ذهبي بس، لا هغمقه بس وعيه يتحرق منك علشان خاطر الرز ما يمررش منك. معايا الميه مغليه، هضيفها على البصل بعد ما يتحمر زي ما حضراتكم شايفين. ادى لون الميه ازاي، يعني ده اللون البني الغامق، من غير ما احط لا صلصه ولا اي حاجه. عايزه تحطي معلقه صلصه معاه براحتك، ملح، كمون، فلفل اسود. والتكه اللي هنعملها على الرز ده شويه كزبره ناشفه، شويه كزبره مطحونه، بيخلي ريحه الرز الصياديه تحفه. وبعد كده هتغلي غلوة وهضيف الرز. انت بتعملي كيلو رز بتحط عليه لتر وربع مية، عشان خاطر الرز دلوقتي بقى قديم فبيشرب مية اكتر. اول ما يغلي وطي عليه، ساعة ما يغلي كده وطي عليه نص توطية، وبعد كده وطي عليه خالص يشرب براحته. في الوقت ده انت هتغطيه وتسيبيه. شوفوا زي ما حضراتكم شايفين الرز مفلفل وطعمه لذيذ وريحته جميله، جايبه من اخر الدنيا. معايا السمك انا غسلاه ومنضفاه ونقعاه في ليمون وملح، وبعد كده نشفته. ومعايا التوم بس هحشي بطن السمكة. السمك ده صغير اسمه باغة، زي سمك التونة اللي بيطلع في الشتاء، ده بيبقى موجود في الصيف بتاع تلاجات. هحشي بس البطن بتاع البطن توم بشويه ملح بساط خالص، وهحطه في الدقيق. لو عايزه تحط على شويه الدقيق دول شويه نشا بيخلوه مقرمش. الزيت بيغلي، هحط السمك فيه يستوي براحته، قلبيه على الجنبين بس ما تعليش النار قوي، يعني النار تبقى في الوسط علشان ما ياخدش لون من بره ويبقى من جوه لسه طري وزفر. معايا قرن فلفل اخضر وشويه كزبره وشويه كمون وشويه توم وهريسه فلفل. هريسه الفلفل عليها الملح فمش هنحط ملح. وشويه وبعد كده وليمونه، وهقلبهم على بعض كده. ودول اللي هحطهم على السمك يديله طعم حلو ولون حلو وريحه حلوه. انت عايز السمك يبقى طري، يعني يبقى لحم كده وحلو، والطري ما يبقاش مقرمش، غطيه اول ما تخرجيه وهو لسه سخن كده، البخار بتاعه بيخليه طري. هرجع تاني للرز، هشوف الرز الاقيه مفلفل وبقى جميل وريحته جميله جايبه اخر الدنيا. هفرغه زي ما انت عايزه بقى تزيني بعد كده بشويه معرف بخيار بطماطم زي ما انت عايزه تزيني الطبق براحتك، عايزه تسيبي زي ما هو كده براحتك. هتعملي معاه طبق سلطه. اكله جميله ولذيذه. عايزين تعليقات ولايكات وشيروا الفيديوهات علشان قناتي تكبر بيكم. ده كان فيديو النهارده، واشوفكم فيديو جديد.